واخيرا وبعد سنين طويله من الشائعات والمفاوضات والاخبار والضجه اللي دار هذا الانتقال على مر 6 سنوات، كيليان مبابي رسميا كيولي لاعب لريال مدريد. اكيد الكل كان عارف ان مبابي في احد الايام غينتقل لنادي ريال مدريد، بحيث كيف ما صرح اللاعب الفرنسي سابقا ان الحلم ديالو هو اللعب للنادي الملكي، وهذا الحلم قابلته العديد من العراقيل كرويه كانت او خارج اطار الرياضه، مما خلى الامور تزيد تطول لسنين كثيره. وفي هذا الفيديو غنحكيو قصه هذا الانتقال من الالف الى الياء باش تكون على علم بجميع مراحل القصه، واللي البدايه ديالها كانت من سنه 2013، بحيث خرجت العديد من الاخبار على ظهور موهبه كبيره في فرنسا. بطبيعه الحال جميع الانديه العالميه كان عندها اهتمام كبير بهذا اللاعب، وبقاو مراقبين التطور ديالو موسم بموسم، ومنهم بطبيعه الحال نادي ريال مدريد. هذا الاهتمام من قبل النادي كان مقابله حب كبير من قبل مبابي لهذا الكيان كذلك. وبعض الصور اللي كانت في الغرفه ديالو كتبين مدى تعلق كيليان بالنادي الملكي، وخصوصا بالقدوه ديالو الكرويه كريستيانو رونالدو وكذلك زين الدين زيدان. كيليان كان في ديك المرحله لاعب في الفئه السنيه لنادي موناكو الفرنسي، وفي موسم 2016-2017 موسم اللي لعب فيه كيليان مبابي لأول مرة مع الفريق الأول، وقدم فيه أداء خيالي انتهى بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا. مبابي كان لعب 46 مباراة ساهم فيهم ب 42 هدف في عمر ما كيتجاوز 17 سنة. تألق مبابي مع موناكو كان أكثر من كافي باش يرجع نادي ريال مدريد الاهتمام بهذا اللاعب، ولكن المشروع الكروي للنادي الملكي ما كانش عاطي أهمية كبيرة لكيليان مبابي، بحيث ما قدرتش إدارة ريال مدريد تضمن ليه اللاعب بشكل أساسي في مشروع كان متوج وقتها بدوري أبطال أوروبا المرة الثانية على التوالي، والبطولة رقم 12 في تاريخ النادي. وقبل ساعات قليلة من إغلاق الميركاتو في أوروبا، باريس سان جيرمان غيدخل على الخط وغيعلن رغبته الكبيرة بضم هذا اللاعب للمشروع الجديد اللي كتخطط ليه إدارة هذا النادي، واللي قامت في نفس الميركاتو بجلب نجم نادي برشلونة في ديك الفترة نيمار جونيور بقيمة قياسية وصلت ل 222 مليون يورو. ولكن المشكل الوحيد اللي كان كيواجه إدارة باريس سان جيرمان في التوقيع مع مبابي هو اللاعب المالي النظيف. داكشي علاش اتفقت إدارة نادي موناكو وإدارة البي اس جي بخروج مبابي بصفقة إعارة الموسم مع إلزامية الشراء، واللي وصلت قيمتها انذاك ل 180 مليون يورو، واللي كتعتبر ثاني اكبر صفقه في تاريخ كره القدم مع راتب سنوي عالي، واللي وصل حتى ل 20 مليون يورو سنويا وعقد كيمتد ل5 سنوات. السنوات كلها قضاها مبابي رفقه هذا النادي بشكل جيد، كل موسم كيقدم عطاءات كبيره ومستمر في التطور ديالو في العديد من الجوانب، بالاضافه انه قريب من العائله ديالو بفرنسا، ومع الوقت من يكون ناضج كرويا ويكون مستعد بشكل كامل غيمشي يتبع الحلم ديالو وهو اللاعب لريال مدريد. ولكن الامور ما مشاتش كيف ما كان متوقع هذا النجم الفرنسي، ومن بعد ما دوز 4 سنوات مع النادي الباريسي بدون تحقيق اللقب الاهم بالنسبه لهم وهو دوري الابطال، في حين ان الدوري الفرنسي وكاس فرنسا القاب غير كافيه، خصوصا انها ما كتوافقش مع طموحات اللاعب واللي الهدف ديالو هو التتويج بالبالون دور، وشاف ان البقاء في هذا النادي ما غيحققش المراد ديالو. داكشي علاش خبر اداره البي اس جي برغبته الكبيره بمغادره الفريق، وهنا غيبدا الفصل الثاني من حكايه انتقال كيليان مبابي لصفوف ريال مدريد. اداره باريس سان جيرمان ما تقبلش فكره مغادره اللاعب الفرنسي، خصوصا من بعد ما اصبح هو النجم الاول في هذا الفريق وقائد المشروع الخاص بهم، وكانوا واضعين عليه امال كبيره من اجل تحقيق الاهداف المسطره في هذا المشروع. وعلى غرار هذا الشيء كامل اداره ريال مدريد كانت مراقبه الاوضاع وقدمت العرض ديالها الاول واللي هو 180 مليون يورو، ولكن هذا العرض ما تمش الرد عليه بتاتا. حتى اللاعب ضغط على الاداره من اجل السماح ليه بالرحيل، خصوصا وان العقد ديالو مازال فيه فقط موسم واحد، والخروج من النادي في هذا الوقت هو لمصلحه الكل. مبابي يخرج من الفريق ويمشي يحقق الحلم ديالو باللاعب للنادي الملكي، والنادي الباريسي يستافد من القيمه الماليه ديال الصفقه بدلا من خروج الموسم المقبل بالمجان. ولكن الرفض القاطع كان هو جواب اداره باريس سان جيرمان، وتم رفض عرض اخر من ريال مدريد بقيمه 200 مليون يورو، او بالاحرى ما تمش الرد على العرض كذلك. المهم ان اداره الفريق الباريسي نجحت بالحفاظ على هذا النجم في الفريق، الشيء اللي خلى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز غير طريقه مفاوضاته مع اللاعب، بحيث ما غيتفاوضش بتاتا مع الفريق الفرنسي وغيتفاوض مع اللاعب مباشره من اجل جلبه بالمجان. ولكن ما يمكنش ليه يدير هذه الخطوه الى حين بقاء فقط 6 اشهر في عقد اللاعب مع ناديه. على اي النادي الباريسي في هذا الموسم دار ميركاتو تاريخي، قدوم ليونيل ميسي، اشرف حكيمي، دوناروما، وكذلك سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد سابقا، وهذا الشيء كامل من اجل اقناع كيليان مبابي بالبقاء من اجل الفوز بدوري الابطال. ولكن هذا الهدف غينتهي مبكرا وعلى يد من نادي ريال مدريد. ومن قبل هذا الاقصاء باشهر كان بدا الفصل الثالث من رحله كيليان مبابي وانتقاله للنادي الملكي. هذا الاخير كان عنده اتفاق شفهي بينه وبين اللاعب الفرنسي من اجل الانتقال لهم في نهايه الموسم من بعد انتهاء عقده ورفقه النادي الباريسي. الكل كان واثق من اتمام هذه الصفقه، والاداره كانت واثقه كذلك في انضمام اللاعب للنادي، لدرجه ان الاشهر طويله الصحافه بدات كتعامل مع اللاعب كانه واحد من افراد ريال مدريد، وهذا الشيء تبنى على اساس رفض عروض كثيره من قبل مبابي من اجل تجديد العقد، بالرغم من انها كانت مغريه وقياسيه. من الاخير
الجميع كان عنده ثقة كبيرة في أن اللاعب صافي غيجي أخيرا ريال مدريد، ولكن هاد الثقة كاملة وهاد الفرحة غتبعها صدمة كبيرة. في هاد الفترة ما كانش إدارة البي اس جي واقفة كتتفرج، بل كانت كتعمل في صمت باش تأثر ماشي على اللاعب ولكن على المحيط ديالو، سواء لا من الناحية المادية بحيث وعدوهم بمبالغ فلكية وحتى دخول بعض الشخصيات المهمة على الصفقة طرات بشكل كبير على قرار مبابي والمحيط ديالو. شخصيات بحال إيمانويل ماكرون رئيس دولة فرنسا واللي تحدث معاه شخصيا من أجل إقناعه بالبقاء، وكذلك بعض الشخصيات المهمة في دولة قطر من أجل فعل نفس الشيء حيث هو الحجر الأساس في مشروعه، وهذا الشيء عن طريق اجتماعات متكررة مع محيط اللاعب وإقناعهم بالمكافآت اللي كتسناهم حتى هما إلا تم إقناع اللاعب بالبقاء. لذلك قبل أيام قليلة على نهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2022 عملية الانتقال مبابي غتاخذ منعرج مهم. خبر نزل بحال الصاعقة على المحيط المدريدي سواء من جماهير أو صحافة، والخبر هو تجديد عقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي، عقد اللي كان فلكي، عقد ممتد لسنتين مع إمكانية إضافة سنة أخرى براتب سنوي كيوصل 70 مليون يورو تقريبا، بالإضافة إلى مكافأة التوقيع اللي تعدات 100 مليون يورو ومكافأة الولاء مقسمة على 3 مواسم. هذه الأرقام الفلكية بالإضافة للضغوطات اللي تعرض لها مبابي سواء من عند إدارة الفريق ولا شخصيات سياسية بارزة كتخليك مرغم أنك تخضع للمطالب ديالهم في مقابل أنك تتبع الحلم ديالك. أما من جهة ريال مدريد فكانت الجماهير والصحافة غاضبة بشكل كبير على اللاعب الفرنسي، خصوصا وأنهم حسوا بالخيانة من طرف كيليان، ولكن رئيس ريال مدريد كان عارف أن كيليان الحلم ديالو هو مدريد، داكشي علاش لعب لعبة الصبر حتى ينتهي عقد مبابي مرة أخرى. بطبيعة الحال في كل ميركاتو كتسمع أخبار كثيرة حول هذا الانتقال، ولكن كيبقاو غير إشاعات، بحيث أن ريال مدريد ما كيدير حتى شي خطوة باش يشري عقد اللاعب، وحتى شي نادي آخر ما عنده القدرة لدخول هذه الصفقة. المسلسل مازال مستمر، وخصوصا أن في هذا الموسم اللي جدد فيه مبابي نادي باريس سان جيرمان ما حققش المراد ديالو واللي هو التتويج بدوري أبطال أوروبا. وفي بداية هذا الموسم أعلن كيليان مبابي أنه ما غيفعلش خيار تمديد العقد لسنة إضافية ويغادر النادي في نهاية الموسم المقبل. طبيعة الحال إدارة باريس سان جيرمان مرة أخرى ما غتسكتش وغتحاول تطلب منه التجديد، وهذه المرة بمبالغ فلكية أخرى بالإضافة لامتيازات كبيرة داخل النادي، إلا أنها تقابلت كاملة بالرفض، واللي كان مرفوض كذلك هو خروج اللاعب بالمجان. داكشي علاش إدارة باريس سان جيرمان حددت مبلغ 200 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب، وفي صيغة أخرى بحال إلا رسلت رسالة لريال مدريد أننا نقدروا نتفاوضوا على اللاعب، ولكن بيريز كانت عنده خطة مرسومة من شحال هذه وهي أخذ مبابي بالمجان من النادي الباريسي. ولكن اللي كان غير متوقع هو دخول نادي الهلال السعودي على الصفقة، وقدم مبلغ خيالي من أجل اللاعب 300 مليون يورو كثمن لشراء كيليان مبابي. طبيعة الحال إدارة الفريق الفرنسي وافقت على هذا العرض، إلا أن كيليان كان مستمر على قراره، لعب هذا الموسم مع البي اس جي والمغادرة الموسم المقبل، ومع دخول اللاعب في آخر 6 أشهر في العقد ديالو دخلت إدارة ريال مدريد في الخط واتفقت مع اللاعب مرة أخرى من أجل القدوم للنادي، ولكن هذه المرة مش اتفاق شفهي بل وضعت شروط جديدة في العقد. أولها كان توقيع العقد مبدئي قبل الوصول ل 15 فبراير، وكذلك الراتب ومكافأة التوقيع غيكونوا منخفضين على آخر عقد تم اتفاق عليه سنة 2022. مبابي كان وافق على هذا الشيء كامل ورفض فكرة التجديد تماما. إدارة البي اس جي وصلت الضغط ديالها بعدة طرق على اللاعب سواء لا من إزالة صوره من الملعب وكذلك إجلاسه في الدكة في عدة مباريات. وفي هذا الموسم كذلك ما حققش باريس سان جيرمان المراد ديالو وغادر دوري أبطال أوروبا من بوابة النصف النهائي ليسدو الستار، وأخيرا على صفقة دامت الأكثر من 6 سنوات ديال الترقب والرفض والإشاعات وكل شيء. هو الآن ريال مدريد كيعلن رسميا على انضمام كيليان مبابي لصفوف النادي الملكي الموسم المقبل، وصفقة كلفت ريال مدريد 0 يورو إلى 60 مكافآت توقيع وراتب اللاعب. ملعب نادي ريال مدريد اكتمل تم الانتهاء من الصيانة ديالو هذا الموسم، وإدارة ريال مدريد جلت حفل الافتتاح ديالو لوقت آخر رغبة من الرئيس فلورنتينو بيريز بافتتاح البرنابيو الجديد بلاعب سوبر ستار، وهذا اللاعب هو كيليان مبابي. حاليا الجماهير المدريدية كلها متشوقة لبداية الموسم المقبل ورؤية نجومها كيلعبوا كاملين تحت سقف واحد، نجوم اللي غيسيطروا سنين على الكرة الأوروبية والعالمية.